السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. بتصحي من النوم على نفس المنبه كل يوم، بتفطري نفس الفطار، بتقابلي نفس الزحمة، بتلبسي نفس اللبس، بتزوري نفس الاماكن، وهو نفس الروتين بيتكرر كل يوم. تروحي نفس الشغل وتقابلي نفس الاشخاص، تقومي بنفس المهام وترجعي على نفس البيت تعملي نفس الروتين بتاع امبارح واول امبارح. أو لو كنتي أم وربة منزل فأنتي بتصحي برضو على نفس المنبه، تقومي بنفس المهام وتصحي الولاد وتحضري لهم فطارهم واللانش بوكس بتاعهم، ينزلوا مدارسهم بعد ما تديهم الوصايا العشر، وبعدين تبدأي في مهامك كربة منزل، نفس المهام، نفس التنظيفات، نفس الروتينات، نفس الأكل، تروحي نفس الأماكن للشوبينج، ترجعي على نفس المكان في البيت، بتقومي بنفس الحاجات هي كل يوم. مفيش فرق ما بين النهاردة وامبارح. وفي أفضل الأحوال لو كنت بتضحكي فهتلاقي نفسك بتضحكي على نفس الحاجة، مجرد ضحكة مكررة من نفس الحاجات اللي حصلت قبل كده، وكل يوم بقى كوبي بيست من اللي قبله. انت مش فاكرة النهاردة التلات، النهاردة الأربع أو الخميس، لا مش فاكرة، لا مش فارقة. الغريب في الموضوع انك مش بتحسي ان انت بتعملي حاجة غلط، بالعكس انت بتعملي كل حاجة مطلوبة منك وبتحاولي بقدر الامكان انها تكون بجودة كويسة. لكن المشكلة فين؟ المشكلة ان انت حاسة بفراغ جواكي، ان انت جواكي فاضي، مفيش قيمة معينة اتضافت لك، حاسة ان انت بتعيشي اليوم لكن اليوم ده انت مش موجودة فيه. ده للأسف بيسبب نوع من انواع التعب، وللأسف هو مش تعب عضوي ولا تعب ممكن يشخصه الدكتور، ولا ممكن ان انت تاخديله حبتين وخلاص يروح. للأسف هو بيكون اعمق من كده شويتين، وللأسف بتكوني غرقانة في دوامة الحياة، مش عارفة تعيشيها وتبسطي فيها، وفي نفس الوقت انت فاضية من جواكي، قتلك الملل وفقدان الشغف والتكرار الممل بتاع نفس الروتين ونفس الحاجات كل يوم. احفظي الفيديو ده عندك علشان هترجعي له في الوقت اللي تكوني حاسة فيه انك ضايعة ومش عارفة السبب. وفي آخر الفيديو هقولك على اختبار مهم جدا هيكشف لك انت ماشية في طريقك فعلا، ولا انت عايشة الحياة بطريقة بتستهلكك كل يوم عن التاني. وكملي معايا الفيديو بتاع النهاردة علشان تفهمي كويس جدا ايه هي العلامات اللي بتسبق الحالة بتاعت اللا شغف، وانا بكرر نفسي، انا فاضية من جوايا، انا تعبت من التكرار، انا محتاجة ان انا اخد بريك دلوقتي واغير حاجة. خلينا متفقين في البداية إن الروتين بطبيعته كده مش حاجة سيئة. هو الروتين بيدينا نوع من أنواع الاستقرار ونوع من أنواع المعرفة في جو مليء باللا معرفة، وإن إحنا مش عارفين حاجة، وإن إحنا مش متوقعين إيه اللي جاي، لكن هو في حد ذاته مش حاجة سيئة. لكن في دراسة انتشرت مؤخرا في Journal of Experimental Psychology بتقول إن المخ بيحتاج من وقت للتاني لإعادة تشغيل نفسه، أو إن هو يعمل حاجة مبدعة، حاجة تغير شوية من الروتين علشان يقدر إن هو يعمل بكفاءة بعد كده. يعني مخك محتاج إنك تجدديه بشكل دوري علشان ما يصابش بحالة اسمها التبلد. التبلد يعني إن هو يبقى بيكرر نفسه ويحس بإن مفيش حماسة ومفيش طاقة. إحنا محتاجين الحماسة والطاقة في حياتنا بشكل كبير جدا، لأن هي دي الوقود اللي هيخلينا نعمل أي تغيير في حياتنا، واللي هيخلينا كمان بنعيش حياتنا بشكل طبيعي ونكون مبسوطين فيها. ودلوقتي هقولك على 5 مبادئ أو قوانين هتساعدك على التغيير وكسر الروتين الممل. رقم 1، هتبدأي بكسر بسيط، هتكسري الروتين بتاعك من أول دقيقة هتصحي فيها. لو انت بتصحي من النوم تمسكي الموبايل، هتبطلي تمسكي الموبايل. لو بتصحي تفطري على طول، ممكن ان انت تغيري مكان الفطار بتاعك أو تغيري المشروب الصباحي اللي انت بتشربيه. التغيير البسيط جدا اللي بتعمليه من أول دقيقة ده هيكسر الروتين الممل، هيقدر ان هو يغير مزاجك على مدار اليوم كله، بالإضافة لأن هو بيدي زي إشارة كده لعقلك الباطن ويقول له انت مش هتشتغل النهاردة. هيدي فرصة لعقلك الواعي ان هو يكون متحكم ويقدر ان هو يحدث تغيير في اليوم ده بالذات. رقم 2، هننشط مراكز الاستكشاف في نفسنا. يعني مثلا يوم اجازتك او يوم اجازة ولادك لمدة ساعة او اكتر على حسب الوقت المتاح بالنسبة لك اللي انت هتقدري انك تخططيه، ممكن تعملي حاجة بمبدأ ده جديد النهاردة. يعني مثلا ممكن تروحي تحضري كورس مجاني في أي مكان يكون فيه ورشة عمل، أو حتى كورس مجاني لأي مهارة. ممكن يكون المراكز الجديدة دلوقتي لما بتفتح بتحاول إن هي تعمل إعلانات عن طريق جلسات مصغرة من الكورسات اللي هم بيعملوها، أو تروحي تحضري مثلا كلاس زومبا، تروحي تتعلمي شوية رسم أو طبخ أو صيد أو يوجا. أي حاجة من الأنشطة اللي انت ما عملتيهاش قبل كده، ده هيحفز جدا الاستكشاف ليكي والمهارات تكون
تكون مدفونة جواكي للأسف الروتين المكرر كان بيقضي عليها. بالإضافة لأنك ممكن تروحي في الجلسة بتاعت النهاردة ده جديد تروحي مكان في نفس المدينة اللي انت عايشة فيها لأول مرة. في حاجات كتير ممكن نكون لسه ما استكشفناهاش في المكان اللي احنا عايشين فيه، لكن هنروحه لأول مرة بمبدأ ان احنا بنشوف أماكن جديدة وبنغير جو في مكان ما شفناهوش قبل كده. في حاجة كمان بينصح بيها ناس كتير دلوقتي في المنطقة دي، ان انت تجربي تمشي حافية على أي مكان فيه طبيعة، يعني مثلا ممكن البحر، ممكن الرمل، ممكن على نجيلة في حديقة أو حاجة زي كده، لأن ده بيصحي حواسك كلها وكمان بيحفز عندك ان المخ يفرز الدوبامين. الدوبامين ده بيحسن جدا من التركيز وبيحسن جدا من المزاج، واحنا بجد اكيد بنكون محتاجينه جدا جدا. رقم 3، هترجعي وعيك بحياتك او بنفسك عن طريق الكتابة. هتجيبي كشكول بسيط او ورقة وقلم وتكتبي كل يوم في نهايته انت حاسة بايه النهاردة، او ايه اكتر حاجة مختلفة النهاردة عملتيها. لو كانت كتابتك عن نفسك كل يوم لمدة 3 ايام ورا بعض، انا النهاردة ما حسيتش بحاجة، النهاردة ما فيش جديد، النهاردة مش فارق عن امبارح، يبقى اكيد التغيير بالنسبة لك عملية حتمية ومش مجرد ان هي حاجة رفاهية. دي حاجة لازم ان انت تخططي لها وتبدأي تحطيها في حساباتك، لان دي من العلامات اللي بتسبق حالة الانفجار اللي بتحصل لنا من جوه لبره. بنبقى من بره شكلنا طبيعي، لكن من جوانا عمالين بنغلي، مش عايزين نستنى المرحلة اللي احنا هننفجر فيها. مش مجرد ان انت فاقدة الشغف ومش مجرد ان انت ملانة من الروتين، انت بعد كده ممكن توصلي لمراحل مش كويسة، فالحقي نفسك من قبلها. رقم 4، ودي ممكن تكون صعبة على بعض الناس لكنها ضرورية، ان احنا نقطع حاجة بنحبها ولو مؤقتا علشان نعمل ريستارت. لو كان في حاجة معينة انت بتحبي تعمليها كل يوم، احيانا ممكن الرتابة تيجي من النشاط ده مع انك بتحبيه، لكن ممكن يتحول لتخدير. فانت في اللحظة دي هتقرري انك تبدليه او ان انت تغيريه بحاجة تانية تكون خفيفة برضو وتكون ما تستهلكيش، لكن ان هي تكون مجرد انك ما تتعوديش على الروتين ده لمدة 3 ايام مثلا او يومين كفاية جدا. ممكن تبدليها مثلا برياضة خفيفة او وجبة او تمشية او مكالمة مع حد بتحبيه. ساعتها بس هتحسي بالفرق ما بين ان انت متعودة وما بين المتعة الحقيقية اللي انت اكتشفتيها. رقم 5، وهي دي من امتعهم الصراحة، هي اسمها افتحي الباب. افتحي الباب لعقلك ولابداعك، وان انت تكتبي دلوقتي قدامك 3 حاجات بتتحدي فيهم نفسك تعمليهم لاول مرة. مثلا اول مرة تتكلمي قدام الناس، اول مرة تتعلمي مهارة من الصفر، اول مرة تمارسي هواية معينة، اول مرة مثلا تسافري لوحدك لمكان، اول مرة قررتي انك تتكلمي قدام الناس، اول مرة تروحي تصطادي سمك. والحلو هنا انك مش مطلوب انك تنجحي في الموضوع ده، انت مطلوب بس ان انت تحاولي فيها وان انت تبدأي. هتحركي المياه الراكدة جوه مخك علشان تبدأي في التغيير بشكل عملي، وكمان هيبقى ممتع. ودلوقتي هقولك على الاختبار او السؤال الصريح اللي عايزاكي تجاوبي عليه بمنتهى الامانة. هل انت عايشة حياة بتغيرك ولا الحياة اللي بتكررك؟ في النهاية حابة أقولك إن الحياة مش مخلوقة علشان تبقى كلها مفاجآت، لكن في نفس الوقت ما ينفعش إن هي تبقى زي الغسالة كده فول أوتوماتيك، مجرد خطوات مكررة ومملة بتفقدنا الشغف في النهاية. وكل مرة أنت بتكسري فيها الروتين الممل اللي مضايقك، أنت بتقرري إن أنت تدي فرصة لنفسك إنك تكوني عايشة فعلا. فكري دايما نفسك بالنصايح والمبادئ اللي اتكلمنا فيها النهاردة، وحطي لنفسك خطة للتغيير فعلا لو كنت بتشتكي من تكرار الروتين. ما تنسوش تكتبوا تحت في الكومنتات أنا قررت أكسر الروتين الممل، لو فعلا استفدتوا من الفيديو وقررتوا أن انتوا تحطوا خطة للتغيير. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.